السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبيب قلبي، وصفتنا النهارده هنعمل الكرشه في البيت زي بتاع بره واحسن كمان بجد، بطريقه يعني جايبه لكم الخلاصه يعني كرشه بعلمه بجد. المهم، انا كان عندي صلصه انا مصلصه في البيت فسهلت عليا شويه. انت طبعا لو ما عندكيش الخطوه دي هتجيبي طماطم هتضربيها في الخلاط وتحطيها على النار، تفضل تسبك بقى لحد ما تبقى صلصه معاكي تمام. عندنا الصلصه هناخدها هنصفيها، بعد ما نصفيها زي ما شفتوني كده في بدايه الفيديو هحطها على النار تاني. هحط لها ايه بقى؟ هتحط لها نص معلقه من الجنزبيل، صغيره مش كبيره، نص معلقه من الجنزبيل، نص معلقه من الفلفل الاسود، وطبعا الملح، وفصين كده او 3 من الثوم المفروم تمام عليهم. وحطيت فنجان من الخل وافضل بقى اقلب فيهم كده على النار. بعد كده هنزل بمعلقه من عسل الكلوكوز او العسل النحل، انا ما عنديش العسل الكلوكوز فحطيت عسل نحل ومعلقه سكر، يعني استبدال معلقه عسل الكلوكوز بمعلقه عسل النحل ومعلقه من السكر. طبعا بعد ما انتي بتخلصي كده بتبداي ان انتي تدوقي لحد ما توصلي للطعم بالظبط اللي هو بتاع الكاتشب، اللي هو الحاجه بقى اللي هي مسكره ولازعه في نفس الوقت، الاتنين مع بعض تمام تمام. بس المهم بقى ايه، كل دوت على النار وعمال بقى ايه بيغلي. عندي الشفشق اللي كنت حاطه فيه الطماطم بصفيه فيها يعني، حطيت فيه مقدار كوبايه ميه وحطيت معلقه دقيق على معلقه نشا وقلبتهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده نزلت على الصلصه بتاعتي او الكاتشب بتاعي تمام تمام زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى كده على الكاتشب تمام، وابدا بقى ان انا اقلب بقى فيه. طبعا لونه بيفتح شويه، لو انت عايزه تعززي اللون للاحمر قوي ممكن تضيفي له بابريكا تمام تمام. بس فهفضل بقى اقلب فيه كده كويس جدا لحد ما يتقل معايا القوام خالص. ميزه الكاتشب هنا ايه؟ اسفه، النشا والدقيق، ان طبعا الطماطم مهما صلصتيها على النار وبتبقى خام وبيور بتحس ان هي بتفصل، يعني بتبقى مثلا ايه، السمك بتاعها تقيل مثلا من تحت وبتعمل ميه من فوق، او لو جيتي حطيتيها في طبق بتلاقي مثلا ايه تسيس منك كده تعمل ميه كده على جنب. لا دي بقى مش هتعمل لي بقى نسبه الميه دي، هي هتمسك كله على بعضه زي الكاتشب بالظبط. يعني لو قعد عندك اسبوع 10 ايام في التلاجة، اسبوعين، يفضل زي ما هو متماسك زي ما انتم شايفين كده. بصوا بوريكم الازازه مفيش ميه، هو تقيل اهو. طبعا انا ما عنديش الازازه بتاعه الكاتشب بصراحه فانا حطيته في الازازه ديت. وعايزه اقول لكم ان بجد والله طعمه بالظبط زي الكاتشب. صفيته طبعا للمره التانية وسبته يبرد، بعد كده حطيته هنا في الازازه. ودي طريقتي، يا رب تنال اعجابكم. ما تنسوش في اللايك والشير مع اصحابكم حبايبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.